حجر الكوارتز أو ما يعرف بدر النجف من الأحجار الكريمة المستخدمة بكثرة في صناعة المجوهرات وخاصة خواتم الرجال، ويحمل حجر الدر نفس الاسم فيما يتعلق بالمكان الذي تم تعدينه. در النجف كحلى للنساء كانوا يستخدموه. الدر النجفي يتميز عن باقي الأحجار الكوارتز اللي موجود بأي بلد. طبعا يمتاز بالصلابة، يمتاز بالنقاوة، يمتاز بالألوان النادرة، يكون عندها يعني أنواع هواية. التكاثر الدر طبعا يكون مواسم الأمطار. طبعا الدر من قديم الزمان موجود، يعني قبل الإسلام كان الدر موجود، كان له غير مسميات. طبعا يسمى الحجر المضيء، البلور. حتى قديما كان المصريين عندما يجون للعراق ويزورون العراق ياخذون در النجف كحلى للنساء، كانوا يستخدموه كقلائد أو خواتم للنساء. ولحد الآن طبعا المصريين يسمون احنا نسميها الثريا، هم يسموها النجفة تسمية تيمنا أو تسمية بأرض النجف. طبعا طريقة البحث عن الدر هي وقتين مناسبين، هي وقت الشروق ووقت الغروب. الدر يكون بأنواع: الدر الشعري، الدر الشفاف الأبيض، الدر الحسيني اللي هو لونه أحمر احنا نسميه الحسيني، الدر النفطي البنفسجي. الدر يمتاز بصلابة مختلفة عن بقية البلدان. ليش؟ يعني طبعا هذا بحثت بها عالميا. الدر النجفي أو الكوارتز اللي موجود بأرض النجف اللي هو علميا يسموه كوارتز. الحجر هذا اللي موجود بالنجف يتعرض لحرارة شمس عالية جدا، فيكون الصلابة مالته يوصفوه أقرب للماس، يعني بحيث من نشتغل مثلا بالورش نعمل الدر، عندما نسويه على شكل احنا هذه الاشكال الهندسيه، شكل الزرقون او شكل الياقوت، فسبحان الله يكون هذا يعني قريب للماس، اللمعه مالته والضربات والصلابه، عكس ما موجود مثلا بالبرازيل. بالبرازيل موجود نفس الخامه شبيهه لها بس تعيش بالانهر. هذا اللي بالانهر تكون صلابتها جدا هشه. فالدر مالتنا سبحان الله يتميز بهذه الجودة هم بعد، بالإضافة إلى البركة. إنه إحنا عندنا روايات عن البيت سلام الله عليهم إنه الدر النجفي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إنه يقول الناظر إلى الدر كالناظر إلى وجه رسول الله وأمير المؤمنين، ويكتب في كل زورة زيارة. يقول لو أخبرتكم بفضائل الدر كله لما تختم به أحد لشدة غلائه. تجينا من كل مكان طبعا، من أي بلد، من أي محافظة، من كل بقاع الأرض. يعني أنا 32 سنة أو 33 سنة بالدر، يعني جوني من كل البلدان، يعني من روسيا، من أوروبا، من أمريكا، من الخليج، من الدول العربية، من كل بقاع الأرض. سبحان الله يجون يسمعون بكرامة الدر وبركة هذا الدر، فيجون يشترون من عندنا ويقتنوا ويتختمون به وياخذوه كبركه وياخذوه كهدايا. النساء تتقلد من عنده، الرجل يتختم به. فسبحان الله ان هذا الدر يعني له منزله وبركه عظيمه جدا. يعني مع الاسف انه اكو ناس يعني ظالمه لهذا الحجر، يعني رغم انه الروايات موجوده على الفيروز واليماني لكن من توصل للدر تتوقف هنا. يعني الدر له ميزه خاصه، يعني يكفي انه ارتباطه هو بامير المؤمنين سلام الله، يعني بيوم هذا اليوم العظيم اللي زواج امير المؤمنين سلام الله عليه من فاطمه الزهراء. ويعني لهذه يعني التكرم لهذا الحجر انه بهذا اليوم انه يكون خاتم بيد امير المؤمنين سلام الله عليه، ويتميز به الإمام عليه السلام. طبعا هذا نتاج
بعد طوال يوم كامل طبعا، والحمد لله الله وفقنا انه وصلنا المكان المناسب، رغم انه مكان جدا بعيد، يعني مسافة بعيدة عن مدينة النجف. الحمد لله الله وفقنا بهذه المجموعة، راح اراويكم اياها. طبعا الحمد لله حصلنا الصافي وحصلنا الالوان، حصلنا الدر الاحمر اللي احنا نسميه الدر الحسيني، هذا مثلا القطعة، بينما الدر النجفي يكون لا مختلف. هذا شوف ما شاء الله، هذا الدر الحسيني، هذا شفافة طبعا.